هنتكلم معاكم عن قصة نجاح شخصية مؤثرة جدا. لكن للاسف الشديد الشخصيه دي ما اخدتش حقها ومش كتير من الناس اتكلم عنها. لو عايزين تعرفوها كملوا معانا لاخر الفيديو. والشخصية دي أسست سلسلة كبيرة من المطاعم، والسلسله دي ما كانتش محدوده في دوله بعينها، لكن كانت على مستوى العالم كله. والغريب جدا في القصة دي إن الشخصية حققت كل النجاحات بعد عمر ال60. الشخصيه اللي بنتكلم عنها هي شخصيه كولونيل ساندرز، والشخصيه دي يمكن اغلبنا ما يعرفهاش، لكن اغلبنا اكل في المطاعم بتاعتها. ندخل بقى في الموضوع. القصة هنا بتبدأ بأزمة كبيرة جدا لما الشخص ده أبوه توفى وهو عنده 6 سنين. ووالدته كانت مضطرة في الوقت ده انها تخرج وتشتغل عشان تقدر تصرف عليه وعلى اخواته الاثنين، وده اللي حط كولينيل في موقف صعب جدا وخلاه مضطر ان هو يربي اخواته وهو اللي يوكلهم ويشربهم لان هو اكبرهم. وبعد شوية كان مطالب منه إنه ينزل شغل علشان يساعد والدته في مسؤوليات البيت، ونزل بالفعل واشتغل.